بغض النظر عن عمو اللي قاعد معانا تحت دوت بيتفرج وهينفذ التركايه كمان شويه، بس انا مش لاقي الفيديو الاصلي يا جماعه، فهضطر استخدم الفيديو ده غير ان انا بصراحه عايزه اجرب التركايه. كل دي ليب لاينرز عندي بتنشف ولما باجي استخدمها بتطلع عيني. لو التركايه نجحت بجد انا هبقى مبسوطه جدا وهيوفروا عليا ان انا اشتري ليب لاينرز جديده. استخدم الدرجه دي عشان هي درجه نوت شبه الدرجه اللي هي استخدمتها، وهي في اول الفيديو كانت اوريدي محدده شفايفها، فهحدد شفايفي وارجع لكم. 6 hours later. بعد معاناه نص ساعه اخيرا حددت شفايفي لان هو بجد ناشف. تعالوا بقى نشوف هنعرف نعمل زي ما هي عملت ولا لا. هسيح الليب لاينر كده سايح اهو، هاخده على شفايفي وهفرده. ايه ده يا جدعان؟ هو حرفيا اتحول كاني بحط ليكويد ليبستيك. طبعا هو محتاج يتنضف من هنا، بس بصوا يا جماعه البيجمنت بتاعه لدرجه قويه ازاي. اللي هو القلم ده عمره ما بيبقى درجته كده عليا قويه وباينه قوي كده لما بستخدمه الاستخدام العادي اللي هو بملى الشفايف وبعد كده بملى الشفايف بيه. بس ان هو لما نشف بصوا بقى ثابت ما يتحركش من مكانه. فاخيرا يا جماعه لقينا تركايه تيك توك نجحت. يا هتخلص القلم بسرعه بس قشطه يعني. بصوا البيجمنت ولونه عامل ازاي. برضه هستنى الاقيكم تحت في الكومنتات وبجد جربوها.